يا مساء الخير عليكم جميعا. كذا طقت في راسي اني اليوم اروح الى بحيرة الاصفر. طبعا راح اوقف سيارتي في مكان بعيد عنها، لاني اعرف ان كل الاماكن اللي حول بحيرة الاصفر بتكون عبارة عن ارض صبخة خاصة بعد الامطار. فراح اوقف ان شاء الله، وراح ان شاء الله يعني انقل لكم مناظر من الاصفر، مكان تجمع المياه الزائدة في كل نخيل الاحساء. هالمنطقة هذه صراحة جميلة وحلوة، بس اني ما اعرف هل وصلوا الطريق الى عندها ولا علمها بذيك السنة يوم جيتها. ما ادري كيف، ما اعرف، بشوف. لكني انا اتوقع انه ما بعد وصل الخط، اتوقع انه ما بعد وصل الخط للبحيرة. منطقة صحراوية توصلها بصعوبة، يعني خاصة الايام هذه يعني في امطار وكذا، فممكن تكون المنطقة المؤدية لها فيها يعني صبخة. فان شاء الله بيكون يوم جميل وحافل بحول الله. وان شاء الله الزملاء اصحاب السفاريات حقين السفاري، يعني اللي يسافرون عندهم سيارات كذا اشكال والوان، ان شاء الله اني بحصل ناس منهم هناك. محاسن الصدف، يا محاسن الصدف. تخيلوا انهم وصلوا الطريق الترابي الى الاصفر. والله حاجة جميلة. اديله ادي، بسم الله على بركة الله. هيئة الري صراحة مشكورة، والله العظيم يا جهود تقوم بها هذه الهيئة. شوف على الامتداد الى الاصفر زارعين لك شجر، اعتقد انه سدر، اذا ما خاب ظني سدر. شوف شكل المياه، بوريكم المياه ذا الحين. هذه كلها المنطقة هذه كل ابوها سدر. انا والله فرحت فكرتها زيتون، لكن طلعت سدر. يلا خلوني اوريكم هالجسر الجميل. على جسر اللوزي تحت وراء الفي، هب الغرب وطاب النوم، أخذتني الغفوة، سألوا كتير علي على جسر اللوزي. الله على المنظر، الله يا جمال المنظر، يا جماله.
الله 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 الله. هذه زي ما قلت لكم المياه اللي تفيض من المزارع تتجمع كلها في بحيرة الأصفر هناك عند ذاك الطعس العالي المعتلي، إذا أنتم تشوفونه ويبين لكم من خلال الشاشة. طيب شوف كيف التنظيم، حاطين لك شجرة السدر، والله أظنها سدر يا ناس، يعني لا حد يواخذني، أعتقد أنها سدر لأني أعرف سحنة السدرة. أيوة فيها شوك، أيوة سدر سدر سدر، أيوة سدر، لا بالله سدر. كان قد قلت ما حد أحسن من أحد، فكرتها شجر زيتون. يلا إن شاء الله عقبال ما يزرعون زيتون، لأني أتوقع أن الزيتون يعيش في الحساء. الله 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 على الجمال، الله على الجمال، الله على الجمال. يا سلام، غابة. تخيلتوا شكلها لما تكبر؟ تخيلتوا المنظر لما تكبر وترتفع؟ غابة من الأشجار، وبالمرة يستفيدون من المياه هذه. هذه بتكون غابة. الله 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 الله. اللهم ربي أدم هذا الخير يا رب العالمين. شايفين ما أروعه؟ الطريق ما شاء الله مفتوح، البحيرة الأصفر، حتى السيارات الصغيرة تقدر توصل، بس إنه بطناج، كله بطناج. أوكي، لكن حلو. من اللي كان يقدر يوصل لهنا أول المياه. الله، خلوني أصور لكم منظر من ارتفاع من هنا تشوفونه، ما أدري بتشوفونه من خلال الكاميرا. شوف كيف امتداد الرقعة الخضراء، شوف 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 امتدادها. يعني خلني أقرب الكاميرا شوي. شايف هذه كلها رقعة خضراء. شايفين الجمال. البحيرة تحت الطعس اللي هناك، هذاك الطعس البحيرة تحته، وهذه البحيرة نفسها اللي الزوم عليها، شوفها من قريب. يا طير يا طير فكرتني بالحبايب، يا طير يا طير فكرتني باللي غايب، باللي غابوا عن عيوني واللي راحوا ما ودعوني، باللي غابوا عن عيوني واللي راحوا ما ودعوني، حيروني بناري ولعوني بناري، حيروني بناري ولعوني بناري. يا طير فكرتني بالحبايب بالحبايب. هذاك من منظر الطيور المهاجرة اللي أقول لكم عليها. شايفين يعني كثير من الطيور توصل لهالبحيرة، بس الطرق صراحة
التوهك هذيك البحيرة، بس بحاول أوصلها. التوه الطرق، يعني ما عملوا طريق واحد زي كذا. ما أدري أسلك ذا أسلك هذا، ما أدري أي طريق أمشي عليه. أمر ولا ما أمر؟ مشكلة إني لحالي يعني، والله الطريق يخوف. بسم الله توكلت على الله، لأني أخاف من عارفين المكان اللي تنزل فيه بعدين تقعد الكفرات تدور بوش، هذا اللي خايف منه. وبعدها الحقوني انقذوني، والله العظيم لو جتني فرقة الانقاذ وشافوا سيارة ونيت دبل والله لا يضحكون علي ويحطوني ترند. هذه لوحة توضيحية من هيئة الري انه لازم ترجع او تلتزم بنظام البيئة: رعي، احتطاب، تخييم، رمي نفايات، صيد، سباحة. لا بد أن تحصل على التصاريح وتتجنب أي مخالفة، وهذا رقم البلاغات. وبسم الله الرحمن الرحيم. وما زال طريقنا، بس اني اطمأنيت يوم شفت اللوحة، يعني أنا ماشي في الطريق الصحيح. اديله ادي بسم الله. يعني أظنهم حاطين الطريق من بعيد البعيد. انا ابغى ذاك الطعس اللي عند البحيره. بس يلا ماشي. شفت الطيور؟ شفت اللي اقول لكم عليها؟ شفتاو؟ هذه الطيور جايين يا طيور، يا طيور الطايره. الله على المكان، الله على المكان. يعني حتى لو تجي تشرب لك شاي هنا، الحمد لله ان شاهي معي. اثر الطريق ذا يدور على البحيره كلها، وانا اقول ايش فيه ما في طريق يمشي من هذه اللي انا على اطرافها البحيره. شايفين؟ بس ما في شيء بيوضح من النبات. الله، فكره ذكيه. الاماكن اللي تحرق تطلع محلها نباتات جديده. شفتوا اطراف البحيره؟ يلا قربنا. الحمد لله وصلت. هذا هو الطعس اللي يشرف على الأصفر. يعني يبغالنا نتسلق بالسيارة، كونوا معي. زين يعني خلاص. هذا المكان والله ما ادري عن هالموتى بيصعد ولا ما بيصعد، بس ما يصلح اصور، ما ادري كيف، لكن بحاول. عشق الدبل بحاول، بس الله يفكر الوطنات لاني اصور بيد واسوق. هذا المكان اللي قلت لكم عليه.
يلا بالله عليكم ايش رايكم في هالمنظر؟ هذه بحيرة الأصفر. بالله عليكم ايش رايكم في هالمنظر اللي يسلب الروح، يسلب الروح. عادني بعد بصور لكم من مكان ثاني. شوفوا انعكاس الغيم في الماء، شايفين؟ ها بطلع لكم من فوق من ذيك القمة. أويلا هذه من أعلى، هذا من أعلى مكان في الأصفر. حتى الأجواء والوقت المغيب مؤاتي. الله هذه هي الأصفر. شايفين المكان ما أحلاه؟ عاد تخيل انك تزحلق من هالمرتفع وتطب في هالماء. يلا ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم هالروحة.